مساء الخير يا حبايب القلب، كيفكم؟ شو الأخبار؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. اليوم رح يكون معي الكابتن جورج خوري بمداخلة لناخذ رأيه بالنتيجة المفاجئة اللي حققها منتخبنا ضد منتخب المينماري بنتيجة التعادل بهدف مقابل هدف، نتيجة أزعجت الجماهير السورية كافة. بدنا نشوف رأيه مين بيتحمل هي النتيجة السلبية. أنا برأيي كيف هسه حظوظ منتخبنا بمشواره بالتصفيات. هل نحن هسه في امل لنكون متواجدين بالدور الثاني من التصفيات؟ رح يحكي لنا الكابتن جورج عن كل هاي التفاصيل بهذا الفيديو. مساء الخير كابتن جورج. تحياتي صديقي مضر. عم تسألني عن موضوع شو رأيك بمباراة مينما. طبعا أنا فنيا ما عاد أحكي، لأنه تعبنا فنيا نحكي على هذا المدرب وعلى أدائه مع منتخب سوريا وعلى الطريقة اللي بيلعب فيها. صار أكثر من 6-7 أشهر بننتقد موضوع الطريقة اللي بيلعب فيها وأسلوبه وأدائه وعدم تطور المنتخب والتخبطات باللاعبين اللي بيجيبون وبيستبعدون. لذلك مللنا انه نحكي فنيا عنه وصارت العالم كلها تعرف هو هذا الشخص او هذا المدرب كيف طريقة تفكيره بالنسبة لمنتخب سوريا. بالنسبة للعبة مينمار لازم ننساها حاليا، لانه انا برأيي هي تعادل بطعم الخسارة والمشكلة انه تعادل وما في اداء، هذا اللي بيزعجك، انه لا اداء ولا فوز. طبعا الله بيحبنا انه كمان كوريا خسرت مع اليابان، هي من صالحنا لذلك انا برايي مباراه مينمار الجاي اكيد لازم تربح، 3 نقاط انا برايي مهمه. بس الاهم نحن تفكيرنا لازم هلا حتى نطلع بالمركز الثاني لازم يكون لعبتنا مع كوريا الشماليه يا اما التعادل او الفوز ان شاء الله. لذلك الاهتمام كله لازم يكون على هي المباراه بالذات. طبعا مينمار انت لازم تربحها اكيد 100% بالسعوديه، لذلك انا بشوف انه 3 نقاط ان شاء الله بجيبتنا. بس بالنسبه للتاهل اكيد ما صعب لحد هلا بعد، رغم انه صار اخذ اكثر من فرصه كوبر باكثر من شغله ولحد هلا عم يفشل. مباريات وديه كان فاشل فيها، تصفيات كاس العالم ما عم يشوفه عم يطول، طلع باسيا من الدور الثاني. لذلك اخذ اكثر من فرصه. صفيان عنده الفرصه الاخيره انه يطلع بالمركز الثاني، وخاصه اذا تعادل او فاز على كوريا. طبعا النقاط الثلاثه اللي اخذناها من كوريا الشماليه هي اللي عم تعطينا بعد الامل لهلا. انت لو خسران مع كوريا الشماليه اكيد فقدت الامل. بس لذلك مباراتنا مع كوريا الشماليه هي المفتاح، لانه اكيد مع اليابان بالاياب اكيد النتيجه معروفه. فانا بشوف انه اللعبه الفاصله هي لعبتنا مع كوريا الشماليه. مثل ما شفنا يا حبايب القلب، الكابتن جورج خوري حمل المدرب هيكتور كوبر النتيجة السلبية اللي طلعنا فيها بتعادل ضد منتخب ميانمار نتيجة مباراة الذهاب، وقال انه هو متفائل انه هسه في امل نحن نحقق نتيجة ايجابية ضد منتخب كوريا الشمالية، اللي هي خصوصا مباراة المفتاحية لعبورنا للدور الثاني من التصفيات. حبايب القلب، أنا برأيي أنه نتيجة مباراة الإياب ضد منتخب ميانمار حرام ما نفوز ب3-4-0. بس مطلوب من هيكتور كوبر الاندفاع، الانطلاق، الهجوم، يبعد عن التكتل الدفاعي، الأسلوب اللي هو بيتميز فيه. بجوز هذا الأسلوب ما يناسب منتخبنا، ما يناسب طريقة منتخب سوريا ولاعبين منتخب سوريا. خصوصا عم نشوف الأجنحة عم تكون كتير متراجعين للخلف، إن كان العجان أو عبد الرحمن مويس. مطلوب أكتر اندفاع، أكتر شوي اندفاع للهجوم، خصوصا بعد انضمام الكابتن عمر خريبين والنجم محمود داوود اللي راح نشوفه لأول مرة بقميص منتخب سوريا. نأمل نغير هي الصورة اللي الباهتة والسيئة اللي طلعنا فيها بمباراة الذهاب ضد منتخب ميانمار، وتكون انطلاقة جديدة لمنتخب سوريا. على طول نحن متفائلين، على طول نحن بدنا بدنا ندور على الشيء الإيجابي والنقطة البيضاء اللي تفرحنا وتفرح جماهير منتخب سوريا. هسه في أمل مثل ما قال الكابتن جورج مباراة كوريا الشمالية، وأنا بقول
المنتخب الياباني ما له منتخب انه مستحيل انه نحن نعمل نتيجة ايجابية بارضهم، خصوصا المباراة رح تكون بملعبهم وارضهم بين جماهيرهم. نتيجة تعادل المنتخب الياباني ما لها صعبة. كل التركيز على مباراة كوريا الشمالية، الامل ما بعده قائم. ان شاء الله نحن قادرين نعبر الدور الثاني من التصفيات. وبعد مباراة كوريا الشمالية لكل حادث حديث مثل ما بيقولوا. كل الشكر للكابتن ونجم منتخب سوريا السابق الكابتن جورج خوري. شكرا لك كابتن. وبنهاية هذا الفيديو أصدقائي لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كل الشكر لحضرتكم على المتابعة، وبنشوفكم بفيديوهات تانية. سلام.